صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ التحذير ده قلناه قبل كده وهنكرره تاني عشان الموضوع كتر قوي الفترة دي وانتشر. الفترة دي تحديدا هتشوف ناس كتيرة قوي على الفيسبوك بتنصب عليها. النهاردة هعرفك ازاي تكشف النصاب في خطوات بسيطة قوي وازاي تقدر تحمي نفسك. ما تنساش بس تعمل لايك وشير للحلقة دي عشان الكل يستفيد. اول حاجة تعملها ما تحولش لاي حد ما تعرفوش اي مبلغ. هيقولك انا عايز مصاريف الشحن، هيقولك انا عايز عربون جدية، الحاجة هتطلع بيبيع حاجة ب100 بيبيعها بجنيه وعامل عليها عرض. كل الاغراءات دي ما تحولش جنيه واحد. عايز اقولك في ناس بتنصب في 10 جنيه و10 من ده و10 من ده و10 من ده، بيجمع اخر اليوم مبلغ. فخلي بالك وما تحولش لاي حد ما تعرفوش. لازم اللي تتعامل معاه يكون عنده يا اما قناة كبيرة معروفة، يا اما صفحة كبيرة معروفة، يا اما يكون في وسيط ما بينكم. لو اي حاجة من الثلاث شروط دي مش موجودة يبقى خلاص انسى الشخص ده وما تحولوش ولو 10 جنيه. تاني حاجة ما تروحش لحد ما تعرفوش اي مكان. يعني اللي يقولك قابلني على الطريق السريع، قابلني على الدائري، قابلني مش عارف في منطقة ايه وانزل واركب ومش عارف تعالى هنا، ويقعد يدخلك في قصص كده، ده غالبا عايز يعمل فيك حاجة. والموضوع ده للأسف حصل من كذا سنة، وفي حد يعني ربنا يرحمه دلوقتي نحتسبه شهيد، ده كان معانا في المجال وناس طلعوا عليه وخدوا اللاب منه وقتلوه وادوله برضه مكان في عنوان غريب كده، وقعد يجي لهم هو بحسن نية وللأسف اتقتل في الآخر. فخلي بالك وما تروحش لأي حد مكان مجهول ما تعرفوش. اللي عايز يقابلك يقابلك يا إما في محطة مترو عامة قصاد الناس كلها، يا إما في ميدان عام. لكن انزل واركب وخش لي جوه مش عارف القريه، اطلع لي فوق على الدائري، كل القصص دي ده تهرب منه وش. لما تيجي تشتري من تاجر او حد ليه مكان في المجال او حد معروف في المجال، اسال عنه مره واتنين. وما تشتريش من اكونتات فيك، لان في ناس بتبقى عامله اكونتات فيك. نفس التاجر عامل اكونتات فيك كتير وبيبيع بيها، وده بيبقى سمعته وحشه وما بيقدرش يبيع بالاكونت الاصلي بتاعه، ولا بيقدر يبيع على البيدج بتاعته لان خلاص سمعته اتعرفت. فبيعمل اكونتات فيك وفي الاخر تلاقي نفسك رايح تشتري من ده. فانت خلي بالك قوي، واي حد يبيع لك حاجه تسال عنه. نزل بوست في اي جروب واسال عليه. يعني قول للناس حد يا جماعه اتعامل مع الراجل ده قبل كده؟ الراجل ده بقاله كام سنه في المجال اصلا موجود؟ خش شوف التواريخ بتاعه الاعلانات بتاعته، شوف المنتجات بتاعته عامله ازاي، اسال الناس قول لهم حد حول له حاجه قبل كده واتنصب عليه. الجروبات هتلاقي عليها تجارب كتيره قوي وهتلاقي الناس تفيدك. ما تندفعش على طول ولا تطمع في حاجه، لان غالبا ده بيبقى مقلب يا معلم. واحنا عندنا على البيدج بنقدم خدمة الوسيط لكل الناس مجانا. عايز اقولك في ناس كتيرة جدا بتبعت لنا حد يجي لي هنا عندي في المكتب او يقابلني في مكان معين او ابعت له مندوب، واحنا بنبقى وسيط ما بينهم وبين الناس، وبكده الموضوع يبقى بامان. سواء احنا او اي حد غيرنا بيقدم خدمة الوسيط، دايما خلي فيه وسيط حد معروف وحد ثقة. لو انت مثلا في يوزر عادي بيبيع الحاجة ومش معروف، وحد عادي خالص عارض حاجته، ده ممكن يبقى حد كويس. بس برضه في كل الحالات لازم تاخد احتياطاتك. اكونت الفيسبوك، اكونت الجيميل، اي حساب شخص ليك، الحساب البنكي ورقم الحساب بتاعك، كل الكلام ده مفيش اي حد هيبعت لك انه عايزهم، ومفيش اي حد هيبعت لك انه جالك منحة، ومفيش اي حد هيحول لك فلوس ولا دعم من الدولة. نقطة ومن اول السطر. كل دي اشتغالات، فاي حد يطلب حاجة من الحاجات دي اهرب منه واعمل له بلوك على طول. مش هتلاقي طبعا ولا ارملة ولا مطلقة تبحث عن حد يدير الثروة بتاعتها وانت الشخص المنتظر اللي هي بتدور عليه. مفيش اي شركة بتوزع مرتبات خيالية على الموظفين وبيختاروك انت بالذات وعايزينك. مفيش رسالة عشوائية بتتبعت لك انك دخلت سحب معين. كل الهبل اللي من النوعية دي اهرب منه واعمل له بلوك. دي اشتغالة وهيوقعك في مقلب كبير. كلمة بس لأي نصاب حقير حقير حقير، يعني بينصب على الناس ولو في 10 جنيه، وفاكر انه لو رجع بعد كده قعد يعبد ربنا لآخر حياته ويصلي وعمل 900 حج و9000 عمر عشان يكفر عن ذنبه، انا عايز اقولك المفاجأة ان انت برضو مش هيتغفر لك، لان ربنا بيغفر كل حاجة الا حقوق العباد. حقوق العباد لو انت خدت من واحد 10 جنيه او 100 جنيه او ايا كان الرقم مهما كان بسيط، والعبد ده ما سامحكش فيه هو لشخصه، ربنا مش هيسامحك فيه. لان حقوق العباد ربنا من كتر العظمة بتاعت شأنها هو سايبها للعبد نفسه. فانت اللي انت خدت منه 10 جنيه ولا 100 جنيه وجاي بعد كده بقى هتتوب وهتصلي وهتبقى انسان كويس وهتعمل بمليون جنيه خير، والله ربنا برضه هيجيبك وهيحاسبك على 10 جنيه دي، لان ده حق الشخص اللي انت نصبت عليه. فانت ما تفتكرش انها هتعدي وكده، ده بالعكس، ده اسوأ حقوق هي حقوق العباد، لان لازم الشخص نفسه هو يغفرها لك وهيقف قصاد ربنا ويقتص منك قصاد ربنا.
فما تستهونش يعني، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ال10 جنيه حتى لو انت خدتها من واحد وانت شايفها مبلغ تافه ما يسواش، والله هياخد بيها من حسناتك يوم القيامة، وهتعود عليك بالفقر وبحاجات كتيرة قوي وحشة. ما تستهونش بصغائر الذنوب ولا تشوفها حاجة بسيطة. الاونلاين شيء ممتاز جدا وسهل حاجات كتير، بس مع انتشار الفقر والجهل والناس اللي معدومة الضمير بيحصل مشاكل كتير من ورا اي حاجة بتنتشر. فلازم تخلوا بالكم وتبقوا واعيين جدا. احنا في الزمن اللي احنا فيه ده اعظم حاجة تسلح نفسك بيها هو الوعي والايمان بالله. فانت لازم تبقى واعي وفاهم كويس اوي.